شهید ریبری تو کشیده منه باندورا گوه 25 سال ریبر آپو دگرتیگاه ابرالی دا دبن شرط و مرجن هری زحمت دا داری فیزیکی دا داری خوزایی دا داری درونی دارو بروده و همان مجار اخوان دی مشاندن دستری تجی ام خیراتن عواده کن و ام نهاکا درفت دن هبر ایون گو دست مجار اخوان کن Inisiativa Parizerên Sûrî ji bo azadiya Prês Ocalan inisiativ jî wek çend salakê xebatê ji bo Prês Ocalan dike wek parêzer her tim dibînin ser erkê xwe erkên ser milê xwe ji bo bidin xuyarkirin mijarên bêqanûnî yê derheqê Prês Ocalan da tê kirin li ser asta Tirkiye'da nê cîhanê tevayî da nê. يسجل التاريخ دوما أدوار شخصيات قدمت الكثير من أجل شعوبها وتركت إرثا فكريا ونضاليا كبيرا لها. وتاريخ الكرد وكردستان مليء بالشخصيات الوطنية المناضلة والمقاومة من أجل حرية الكرد وتحرير كردستان. والقائد عبد الله أوجلان من الشخصيات الفريدة التي لا مثيل لها في تاريخ كردستان، حيث بدأ بنقد الرماد وإزالة الإسمنت الذي تم به دفن كردستان وشعبها. انطلق القائد من فكرة كردستان مستعمرة منذ العام 1977 وحارب وناضل بالقلم والكلمة أولا، فأسس حزب العمال الكردستاني PKK فتعرض ورفاقه للاضطهاد والتنكيل حتى أجبر على المقاومة بالسلاح لإجبار الغاصب والمعتدي الدولة التركية على القبول بوجود كردستان مستعمرة، وبالتالي منح الحرية والحقوق للكرد وغيرهم من الشعوب المضطهدة والمهضوم حقوقها والتي تعيش في تركيا. استمر بالنضال والدعوة إلى إحلال السلام والمساواة والأخوة بالشعوب حتى تم خطفه وأسره بمؤامرة دولية في العام 1998 شاركت فيها الدول المهيمنة على العالم وتسليمه لتركيا لتتم محاكمته ويتم وضعه في جزيرة نائية في وسط بحر مرمرة ومؤلفة من حجرة واحدة وهو السجن إمرالي منذ العام 1999. يقول القائد عبد الله أوجلان: إنقاذ PKK للكرد من نيل السيطرة والتحكم وتأمينه مسالمتهم مع المجتمعات والدول الأخرى وعلى رأسهم الأتراك كان يعني إلحاق ضربة استراتيجية قاضية بألاعيب الهيمنة وبسيرورة منافع تلك القوى في الشرق الأوسط. هذه النقاط التي بمقدورنا ترتيب مبرراتها على نحو أشمل تبرر كفاية أسباب كون مؤامرة عام 1998 عظيمة الشأن واستراتيجية المآرب. كان كلينتون يخص حملة الهيمنة بأهمية بالغة في تلك الفترة، مشددا دوما على أهمية دور تركيا فيها، وقد وقعت مع تركيا اتفاقية بشأن تسليم مواطنيها المطلوبين للمحاكمة. لهذا أرسلته إلى كينيا حيث تم خطفه بعملية تحوي كل معاني الخيانة واللا إنسانية التي توصف دوما بعدم قانونية إجراءاتها. فالمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان الخاصان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص جميعها على ضمان المحاكمة العادلة والنزيهة لأي شخص يتهم بارتكابه أي عمل مخالف للقانون، ومن حقه أن يتم منحه كافة السبل والوسائل التي تساعده في الدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ. تم الحكم نتيجة هذه المحاكمة الشكلية على القائد عبد الله أوجلان بعقوبة الإعدام، لكنها بقيت معلقة بسبب الرفض الشعبي والتظاهر الجماهيري من قبل الكرد وغيرهم من الشعوب المناضلة ضد الاستعمار والهيمنة الغربية حتى العام 2004. هذا السجن الذي كان مكونا من حجرة واحدة وكان القائد هو السجين الوحيد فيها منذ 15 شباط وحتى 17 تشرين الثاني من العام 2009، حيث تم إجراء تجديدات على السجن وتم إضافة زنازين أخرى وتم جلب 6 سجناء آخرين إليها. فبعد أن كانت العزلة لشخص واحد ضمن هذا السجن وهو القائد عبد الله أوجلان، أصبحت العزلة جماعية، وبعد 6 سنوات تم نقل هؤلاء السجناء من إمرالي إلى سجون أخرى بعد إنهاء حالة العزلة المفروضة عليهم. وتم إحضار سجناء آخرين وهم هاميل يلدرم، عمر خيري كونار، وويسي أكتاش، ونصر الله كوران، وجتين أكتاش في العام 2015.
وطبقت بحقهم نفس سياسة العزلة وبنفس الطريقة التي تم فيها التعامل مع القائد عبد الله أوجنا. لقد بقي القائد في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة يوميا على مدار الأسبوع و24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع، وخلال ال 12 سنة الأولى من فترة سجنه كان يسمح له بمقابلة محاميه ساعة واحدة وليوم واحد في الأسبوع بحجج واهية وذرائع مثل الأحوال الجوية. تجريد أفغان بولسار برتها أو شرايا دوب درجي ك جبر ببراستيجي مرحلة كريزا بوجيهان تلنها بيوست بو فكرك الهولها به آن بو بروجاك الهولها به بو جيهان الساغ جبه كريزة دمشي يعني فأف كريز جي مفتويني چاره سرية براستيجي جمع ريبرتي بو جبر بو طرح ريبرتي جبري 6 ساعة باش بلكي مرحلة هاجي تحليل فكر ريبرتي كريزا عبوري كريزا سياسي كريزا عسكري الشريك والتهيبة الرجلات نافين درس كبير أفانا حمشي بهبتو كريداي سروقاتي أفانا نرخام وچاره سرية وخال خاجي داني بو جبر بينا أفانا نرغور برجواندي أفان ترگارانه حتى نيقو البرگالانا بفي رنگي في شريدك البرنبري بروجي سروقاتي أنگو شخص سروقاتي جي گرکا چاوا ام دیویژن دن نوت و هشتدا قوملوکی قد شخصی ریبرابو دهاتا دار خستن ام دیویژن ریبرابو او فکراویه آزاد خستن جوی گلیها جوی جواکها قد بکن رواندنا ریبرابو اختیم دیویژن ریبرابو دین هاتا گرتن ریبرابو هاتا رواندن جبر دسبیکا اخواتنا خواده جی گود دولت دستهلادار سیستم کاپیتالیزم وقتی هم الپرتوکی ریبر آپو بگرن چقاسی ریبر آپو وانا که ترخینی دویجی مگلو چجی فهم کریا دنگی ببلنده ما چجی فهم کریا جبرولو جی براستی او کمپلاگوهاتا چی کرن ام جبیر نکر ریبر آپو 20 سالا دوی پارچی دجمره کارو خواباتو تگوشین کرد صالح علی زحمت در کار و خوابات و تکوشین کرد. همو بشی جباکی درباسی ام بیجن وی قاده برخدانه وی قاده پرورده بون اکادمیا معصوم قرقماس و ام بیجن ایدی تهدیده گل سلوی پارچیچی بون آلوزیا بون حتی کرن في النقطة رئيسي عمين زمان دیده بنا نها يعني في الدنيا حمي بريكو غيبرا بو فكر بلا بكي بيشتو حيشت سردان هاتن داخستن فكر وفلسفة وان بلا نبو دانيكو او غيبر بريوي شورشي اوي كسيكو داخستن او قفرنا كرن دمي هاتن ضربة كرن دمي هاتن تنكرن قتل كرن او قلاب تشوه دوي معني دولة بتقر دبيجة كرد يجي نمانه يقو مانه مخزن اندري چعلاده كردكي ايدي وجود وان تنيجن جوي جبن وان مجازر وان قتل عماده ريبر افرابو ريبر افرابو دمي دست فكر كده ريبر افر بيجم قلتيه من جريدات قلتيه كردستان بالدسته ومشي قلتيه عملنا على حين القتال وقلنا كردستان بالدسته كردستان تشيكن اما تشاور تشي بيجي بخاطر تشي بيجن يعني ريبر افر جدو قلتنا دست به شورش كر دست به آواكنا ولاتا كيكر طبعا ام بالشهيد اجيهم بيشتن بيروجي دمي هذا الحقيقه راه بكومبلوكي وين دمي كومبلو سهمهم بسال حركه السر السنه بسال يبتي دمي هذا الحقيقه راه بكومبلوكي شهيد خينا ريبا بود بيجي هكر ام تشقا ام انسان ابوكشن ام نكار من حيث طولا شهيد قهلنا شبو وينا دس بي أباكنا شورا شكل بيسو حتى مجدار دمي إعلانا
تکی کر هاتا بدن ویدنی ریبرا بو پرسک دا ترکاو گوتن هنه او گام او کرده گوت گومری جبر بو فعلا مرانده بون برین باجارا 4000 گوت بابا کرن گوت باجارا دهات خلاندن چام چو زمان چو هر چی چو ریبرا بو به وی دست به تکوشینه کرد دست به فکر کرد و فکر و فلسفه ریبرا بو جبر بو هر کسی خود باوری بیانی و جوه یا 12 کس بون یک دو جن بون ریبرا بو دستک داشنه جنا بو به چاره به ایراده مثلا دگو چه طیرک به باسکتی بفره باسکتی چی جن بو جبو ریبرا بو حتی آنا جبو 25 سال خودم وای در کتنا ویده امپلاک و سر هات دانشاندن هات رواندن و گو همیه والا گو ندیل هات کتن هات رواندن اول 25 سال خود خلاص دبک ریبرا بو دندره وی زندان ده تکوشین و برخودانه دیگه والله وكردستان داگر کردی تنه لوی ده ایراده گلان لچته دبری افتشته سر اصلا نامنتوی ایراده گلان داخوازیا آزادیا برز و جنان بکی برنگه کی خورتر برنگه کی جوشتر حتی بکای تأثیر ایراده سیاسی بکی امجی هیوی دیگن سالا بدانیش بریا داویا سالیجی ام بربر او جنان نام خدا ببینن آزاد و جارسریا کریزا نهاد روشلاتا ناویندانه سردست برز و جنان به جارس که سر کرن